انظر إلى أقوال الإمام مالك رحمه الله، تكفيك هذه. قال: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لا إله إلا الله. كل هذه الفرق جاءت بدين ما عرفه الصحابة يا عبد الله، جاءت بتفسيرات، جاءت بتأويلات، جاءت بتطبيقات، جاءت بقواعد وشروط والله ما عرفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشافعي، أحمد، الأئمة كلهم، الأوزاعي، بن كلهم رحمهم الله على متابعة الصحابة. لذلك دائما اترك هذه الشعارات العامة واترك غيرها وارجع إلى الصحابة. هذه الكلمة يجب أن نحييها، هذه الكلمة هي التي يجب أن نتغنى بها. احنا عقيدتنا عقيدة الصحابة.